احسن نعل جزمتي بقى ارق من عواطفي الرقيقه. بقى شوف اما اقول لك، وحياتك انت والعيش والفول اللي من غير زيت، ها؟ فاكره قوي. ما انا اللي قابل الا باي ما هي، ولو ب5 جنيه، وادفع كمان ضريبه الارباح الاستثنائيه كده. يا جدع قول كلام غير ده. ده ابراهيم بيكر صاحب ابوك الروح بالروح، لازم هيشوف لك وظيفه نغنغه. يا ترى هيشغلك في ايه؟ طبيب بيطري، مهندس كهربائي، شيخ غفر. امال يعني فكرك ليسانس الحقوق بيشتغلوا بيها ايه عندنا؟ اي والله صحيح لك حق. علي فرحات جاب الله جاب من اوروبا دبلوم الفنون الجميله. تعرف بسلامته النهارده بيشتغل ايه؟ ايه؟ كاتب في مصلحه الطرق. يحمد ربنا اللي اشتغل. قول لي فتحيه بقى تجيب لي تاكسي. ايه؟ تاكسي. انت حضرتك هتشتغل سواق تاكسي؟ يا ريت. متخرج الجراج النهارده بيكتب احسن من متخرج الجامعه. اي والله. ايدك بقى على ريال. ايه؟ ريال؟ ريال؟ ريال حته واحده؟ لا حتتين. يا سلام يا حلاوتك. طب تعال. يلا يا عم هات. اتفضل. الريال اهو. وانت رايح تركب الاتوبيس، اتعينت ترجع في تاكسي. يلا يا حبيبي يلا. مال. يا سلام، الوجاهه دي كلها على ريال؟ روح يا حبيبي روح، ربنا ما يوقعنا الشال في جيبك لا يكفر. يا سلام يا سلام على القبعة. الله بجنبك خان. اسكتي يا بنت، ربنا يجعل في رجله القبول. انت بتقول ايه يا مصطفى يا ابني؟ ربنا يجعل في وشه القبول. متشكر قوي يا جدي. وانا يا رؤوف مش عاوزني ادعي لك؟ انت انا عارف ان قلبك دايما بيدعي لي. يلا يا ابني يلا، ربنا يسلك طريقك ويهدي لك الاحوال وترجع لنا راكب تاكسي ومعاك الريال. يا سلام عليك يا خالد. هو دايما كده. رؤوف افندم يا حبيبتي. انا مش هنام لحد ما تيجي. تنامي؟ ده انا راجع حالا وهنتعشى كلنا سوا. سعيده يا حبيبتي. طيب هي وهات لي معاك حاجه حلوه. حاضر. اهلا استاذ رؤوف. والله انا الوظيفه اللي كنت حاطط له عيني عليها جاتني فيها وصفه جامده قوي. معلش يا ابني فرصه ثانيه ان شاء الله. يعني ابقى امر على ساعتك؟ لا ما تتعبش روحك، في اول فرصه انا هبعت لك، وما تاخذنيش مضطر اسيبك عشان عندي ميعاد. مع السلامه. متشكر يا فندم. ما تيجي. سوريا تاخرت ليه؟ هاي يلا حبيبتي. اهلا وسهلا يلا. اسمع يا اخي. نعم. ايه دول؟ عيد القمح يا سعاده البيت، وكلهم لابسين كده؟ كل اللي يخش لازم يكون لابس كده يا سعاده البيت. طب وايه رايك في اللي عاوز يخش؟ يخش ممكن. كل حاجه ممكن يا سعاده البيت. اتفضل معانا. يا سلام، شوف يا اخويا الطرحه هتاكل من وشهم حته ازاي. ما تلبسوا كده على طول. يا ريت. انا موافق على كده. عشان يوفروا لك ثمن النايلون. طيب اتفضلوا بقى تذاكركم اولا. اتفضلوا. الناس يا حسن دي انت كده اوجه من الباب. اوجه واريح كمان يا حبيبي. اتفضل 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 اتفضل. مفيش تذاكر مكان. بقى عبد الغني باشا مش لاقي 15 جنيه يفتحوا من ولايه من تذاكر.
ايه يا اخويا الداء الكبير ده؟ كل حاجه مجانا مجانا، الناس ياكلوا مجانا. ده مرض اجتماعي عندنا يا اكسلانس، ياما شفنا الغلب في الحفلات اللي بنعملها. اذا ما كانوش المنظمين يتضرعوا بالحزم زي سعادتك كده كنت تبص تلاقي كل الناس دخلوا مجانا وانا اولهم. العفو العفو، انما انا شفتك فيه. دلوقتي سعادتك هتعرف. تذكرة من فضلك يا حضرتك. ترابيزه نمره الله امين. وعامل في روحك كده ليه؟ شيخ غفر الحمد. حاميها حراميها يعني. اخرج يا واد اوديك للعمده. والله زماني امين. والله انت لو وحشتني يا رؤوف. وازاي؟ لقيت وظيفه ولا لا؟ والله قدامي فرص كتير لكن لسه ما قررتش حاجه. ما تسيبك يا اخي من الوظائف وتشتغل حر زيي. ليه بتشتغل في ايه؟ اعمال تجاريه من كل صنف وكل لون. انا مكتبي ايجاره الشهري بماهيه موظف من الدرجه الرابعه. انما قول لي ايه اللي جابك هنا في الحفله ودفعت تذكره ب5 جنيه؟ هي انت وقعت. طب صعبان عليا قوي. ما تيجي تقعد معانا على ترابيزتنا؟ يلا. الاستاذ محمد رؤوف المحامي والمدير أليف. شرفنا يا فندم. اتفضل. قول لي بقى يا سيدي تشرب ايه؟ عندنا هنا عرق سود وخروب وليموناتا وسوبيا، كل حاجه الا الخمر. اديني انا يا سيدي تمر هندي. تمر هندي؟ يا رب ما يكونش فيه تمر هندي.
يتحكم بين عبيده، أرواحنا ملك ايده وحياتنا بيه. هلت على الكون بشايره، ردت للعمر عمره، والأمر الليلة أمره، يا رب احميه. احمي وأرضك رايتيها، والنظرة منك تحييها. احلي وأرضك رايتيها، والنظرة منك تحييها. من شهدك كنت بترويها، والخير هلت مواعيده. يا رب تبارك، يا رب تبارك، يا رب تبارك ويزيد. يا سلام على جمال الهدوء. لكن هنرجع للحفلة منين؟ ومستعجلة ليه؟ يظهر حضرتك ميالة للحفلات الزحمة دي. طبعا. أنا لا. امال جيت ليه؟ غصبا عني. مين غصبك؟ انت. انا؟ ايوه باين عليهم وقعوا. انت فاكر انا اللي قلت لهم؟ قلت لي انا. قلت لك تيجي تركب جنبي وتغني. مش بس كده، قلت لي ادخل الحفله معايا، نسيت كل شيء ودخلت. قلت لي غني، نسيت ان عمري ما غنيت الا لروحي وغنيت. وجوه الناس، الانوار، العطور تلاشت ضاعت، ما فضلش قدامي الا وش واحد ونور واحد وعطر واحد. اسمح لي اعتذر، ده غزل. والله اذا سميت الاعجاب البريء ده غزل انا ما عنديش مانع. واذا كان انا عندي مانع؟ اسكت، انما غصب عني. طب يلا عشان عاوز اغير هدومي. برضه غصب عني. اتفضل يا فندم. وانت؟ انا خليني هنا شويه اتمتع بالخيال، ما دام ما طلتش اتمتع بالحقيقه. مش هي ساعة البيت يا ناس فين البيه اللي عملنا دلوقتي؟ انا بدور عليه من الصبح مش لاقيه، محدش فيكم يعرفه؟ انا هعرف سعادتك عليه حالا دلوقتي يا اكرام. جدع كويس قوي. انت كنت غطان فين؟ تعالى بس. اتعشم في المبسوطه بقى. يا اكرام اقدم لك محمد بيه رؤوف المهندس الشهير. اهلا وسهلا. اهلا. الله، انت بتقول ايه؟ استكتر على روحك شهير يا اخي. اهلا وسهلا. بقى يا راجل تضربنا الطرف ده كله، ما تدينيش فرصه اني اشكرك. هنيك يا حسن بيه المفاجاه الظريفه دي. والله انا ليا فضل بالمره يا اخي. ازاي تقول للراجل اني مهندس؟ انت ما تعرفش اني محامي؟ اصله ما يكرهش حاجه في الدنيا قد المحامين. انت خاف عليك حاجه يا اخي؟ الفضل كله يا سيدي للبيه. هو اسمه ايه للبيه؟ محمد رؤوف المهندس الشهير يا اكرام. اهلا وسهلا. وكمان مهندس. انا ما بحبش حاجه في الدنيا قد المهندسين. مهندس ايه بقى يا سيدي؟ مهندس ميكانيكي يا اكرام. لا ده احنا بقينا حبايب كبار قوي 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 قوي. احنا دلوقتي نشرب كوبايتين سوبيا مع بعض. معالي الوزير عايزكم. رؤوف بيه دقيقه واحده انا جاي لك حالا. حاضر يا فندم. انت اتفضل. ظريف جدا البيه ده، انت ما عرفتنيش بيه ليه؟ يا نهار زي بعضه. حد ما يعرفش حسن بيه ابو الدهب؟ لا يا شيخ، هو ده حسن بيه ابو الدهب؟ يا سلام، في منتهى الرقه والظبط. حسن بيه ابو الدهب مبسوط منه خالص. امين. مين الهانم دي؟ اسمها ايه؟ يعني لسه ما عرفتش اسمها لحد دلوقتي يا حضرة المهندس؟ انا ما عرفتش الا انها اجمل واظرف وارق شخصيه عرفتها في حياتي. اسمها ايه والنبي؟ يسرية. اسم حلو.
تتجوزها؟ والنبي يا امين سيب لي بلاش شريعه. طب واللي جوزها لك تديله كام؟ لا كويسه. انا مش بنكد. تديله 10,000 جنيه؟ لا لا ازاي؟ والله ما ادفع اقل من 50,000. لا يا سيدي انا راضي ب10. وليه القناعه دي؟ تدفع. ادفع بس مع ايقاف التنفيذ. ايه الشيك يعني؟ ادفعوا لامر امين. لا يا شيخ مش كده. لا اكتب وانبسط. اكتب بالثلث. اكتب بالالوان حتى. امضي ايه يا شيخ؟ امضي هنا انا ما بهزرش. يعني انا اللي بهزر؟ خد. اتفضل. تعرف انه كان عظيم في الحفله؟ يا سلام انا ما كنتش عارف ان عندك صوت عظيم بالشكل ده. والله العظيم حاجه هايله تماما. الو اسمعوا، اقفلوا الابواب ودكوها. مشروع الآلات الزراعية الحديثة يا سادة. عاوزين نشتري آلات حديثة لجمعيات التعاون عشان المزارع الصغير يستعملها بأجر بسيط، وعاوزين شوية تبرعات منكم. ايه رأيكم بقى؟ صديق يا هانم 10 جنيه. ميرسي يا هانم. ميرسي يا بيه. شكرا. 5 جنيه. شوية يا هانم. لا أرجوك حرام عبد اللطيف. حاضر. 5 جنيه. أمين في صوت. 10 جنيه. مين يا فندم؟ ساعة الخير يا فندم. بابا الزينة دفع. انا دفعت والله. يا اخي افهم مهتم. سبحان الله العظيم احنا عندنا سمعة بالعين بيه في البلد. اسمعوا يا ولاد اوعوا تسيبوه لما يتقال. وانت يا رؤوف بيه دفعت ولا لسه؟ ايوه دفع 10 جنيه يا اكسترا. 10 جنيه. تعالى بقى تعالى بقى انا هشربك 4 سوتين. هو انت يا جدع انت اتاخرت كده ليه؟ خضتنا. الله 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 انت عامل بروحك كده ليه؟ لو كنت معي. لو كنت معاك ما كانوش قلعوك بدلتك ولبسوك اللي انت فيه ده. جزمتي. لو كنت معي. انت يا واد انت اتلحست ولا ايه؟ هو انت العفريت اللي عليك اسمه لو كنت معي؟ لو كنت معي. لا لازم بقى ابراهيم بيه عينك خولي في العزبة. خولي في الجنة. الجنة ما يدخلهاش امثال. يسرية. يسرية؟ لازم ضيعت الرجال كله. انا اللي طول
طول عمري ما حبيت لكن ازاي ما اعرف. انا اللي طول عمري ما حبيت لكن ازاي ما اعرف. حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش ما اعرفش. كل اللي فاكره اني بقيت شايف عيون خدوني بين نارين. دول مش عيون، دول كانوا شفايف بيكلموني برمش العين. الدنيا بصيت ولقيتها غير اللي كنت عايش فيها. وعليا صبحت في ساعتها غير اللي كنت بشوف بيها. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري. وسيب الفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وبكيت على الأيام اللي فاتت من عمري. وقلت بالفرحة يا ريتني حبيت من بدري. وانا اللي طول عمري ما حبيت لكن ازاي ما اعرف. حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش ما اعرفش. عمرك شفتش غنوة ماشية تحكي نغمها شمال ويمين؟ اهو ده عودها اهو ده عودها. عمرك شفتش جنة وعيشة جوه رموش نايمين صحيين؟ اهي ده عيونها اهي ده عيونها. قبل عيني ما تشوفها روحي شافتها. والقلب يحس بريقتها من خطوتها. من قبل عيني ما تشوفها روحي شافتها. والقلب حس برقتها من خطوتها. والنسمة راحت سبقتها جت وصفتها. والنسمة راحت سبقتها وجت وصفتها. علشان كده قبل ما اشوفها قبل ما اشوفها انا حبيتها. انا اللي طول عمري ما حبيت لكن ازاي ما اعرف. حبيت لكن ازاي ما اعرفش ازاي. انا ما اعرفش ما اعرفش. انا اللي طول عمري ما حبيتش. الله، انت هتنام تاني ولا ايه؟ يا شيخ قوم صحصح كده قوم. ايه ما نمشي ليه؟ الله،
انا اللي طول عمري ما حبيتش، انا اللي طول عمري ما حبيتش. يوم الاثنين 20 مايو. عمري ما حنسى يوم الاثنين. الله، امين بيه، اهلا وسهلا. شقه غريبه. ازيك يا ابو درش؟ امال فين رؤوف؟ رؤوف والله مكسوف اقول لك انه لسه نايم. لا دي مش عادته، ده معتاد انه يصحى من نجمه، انما امبارح كان عنده شغل مهم جدا سهره طول الليل. شغل ايه بقى؟ قضيه مهمه خالص. يا سلام، كان بيترافع فيها؟ ايوه بالليل. لا قصدي انه كان بيحضر فيها وبيكتب مذكراته. طب ايه رايك ان انا جاي اقول له ان احنا كسبناها؟ هي ايه القضيه؟ انهي قضيه؟ يلا بينا يلا بينا صحيح. تعال انت اقعد اشرب فنجان قهوه وانا اللي اروح. قهوه مين؟ القضيه اهم. استنى شوف ايه دي؟ القضيه اللي كان بيترافع فيها طول الليل. انت كنت حاضر الجلسه وكنت بترافع عنك وكسبناها. يلا بينا صحيح. ايوه اتفضل. انا اللي طول عمري ما حبيتش، انا اللي طول عمري ما حبيتش. اتفضل. شكرا. يا ما انا قايل لك معلش اصححه لك حاجه. رؤوف رؤوف. يسرية يسرية. ايه الكاسة ده يا شيخ؟ انا الساعة 8 الصبح كنت باخد الدش بتاعي. ايه ده؟ وريني تدفع فيها كام؟ وريني تدفع فيها كام؟ هاتك وريني. اتاريها سحرتك. حد يشوف السحر ولا ينسحرش؟ انا شايفه قدامي اهو. وهتشرب معايا الشاي الساعة 6. تتكلم جد؟ فين؟ في بيته. بذمتك؟ انا مش مصدق. ومع ابوه كمان. له اب. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ حسن بيه ابو الدهب بيشتغل ايه؟ حسن بيه صاحب مصانع الغزل والنسج اللي عندنا في شبرا هنا. انت غريب. ابوها حسن بيه ابو الدهب؟ ليه؟ انت ما كنتش عارف؟ امال تعهدت انك تدفع 10,000 جنيه لما تتجوزها ازاي؟ 10,000 جنيه؟ طب قوم. ها؟ قوم. 10,000 جنيه؟ لا 10,000 جنيه. حضرتك مستكتر 10,000 جنيه على بنت حيلة ابوها؟ وفي حاجة تانية تستاهل الافات. ايه هي؟ مالكش حما. انا ما كنتش اعرف ان ابوها ابو الدهب. هو اذا ما كانش ابو الدهب كنت هقبض ال10,000 دول صفيح بقى؟ وعمرك ما انت قابضهم. ليه بقى؟ هو ابو الدهب اتجنن لما يدي بنت الواحد زي حالاتي تلاقي الافات بيجروا وراه. امال انا صنعتي ايه اذا ما كنتش اطيرهم لك؟ هو انا عبيط؟ انا عارف مين اللي بيجري وراه. مدحت فاضل ومحمود عاصم والدكتور ادهم ابن ادهم باشا، وده اكترهم لان فعلا في كلام في الموضوع. حضرتك نايم هنا للظهر وانا لحد دلوقتي ما دقتش طعم النوم. قابلت ابوه، كلمته، جننته، هوسته، خليته يعتقد ان محمد رؤوف ده. ايه يعني عملت بلطة على الراجل علشان تجبره يجوز بنته لواحد مش قدها؟ مش قدها ليه؟ مسألة عواطف. انا ضميري ما كانش يسمح لي اتدخل ابدا اذا ما كنتش متاكد انها بتحبه قد ما بيحبها. ايش عرفني؟ ايش عرفني؟ ده انت لو كنت شفتها ساعة ما بقول لابوها انك جاي الساعة 6 ما كنتش تقول لي ايش عرفني. لا يا اخي انت متصور انك برضه هتقدر تتجوزها؟ ما يتجوزهاش ليه يا اخي؟ ده لسان صحوه. ما قلناش حاجه لسان صحوه، لكن ما بيشتغلش. هيصرف عليها منين؟ يصرف عليها منين؟ دي تصرف على بلد. حلو تتجوزه بقى وتصرف عليه، ولما يجي مزاجها تبقى تبعت له ورقته. طب والنبي تزق عجلك انت بقى، خلينا نشوف شغلنا ما تبقاش تقرف. امين. معاك 100 جنيه؟ طبعا. اتفضل. خد كمان 100. خد. هتعمل بيهم ايه؟ هو اللي يروح يقابل يسرية بنت حسن بيه ابو الدهب يروح لها كحيان كده؟ اشتري كم كرافته وكم قميص حرير وجزمه وبنطلون رمادي وفانيلا. برافو عليك. المظاهر هي كل شيء في الدنيا. هي الساعه كام دلوقتي؟ 11:30. اوامك قبل المحلات ما تقفل. محلات تقفل؟ قال المحلات تقفل. طب ما تقفل. انت مستعجل على ايه يعني؟ هي الدنيا صارف؟
دي قضية جامدة قوي، عايزة تحضير وتحديد يوم المرافعة وتقديم المستندات والمذكرات. اخس عليكم انك ما تخافوش من ربنا. اسمع مصطفى ما تزعلش، انا هجيب لك كرافته معايا. كرافته؟ الكرافته دي تلبسوها انتوا يا نشالين يا نصابين يا غجر. اتاريكوا طبختوها على الراجل وكمان مديله ورقه علشان تدفع له. ما تزعلش ليه؟ تقدر تقول لي ما تزعلش ليه؟ واحد بيساعدني على اني اكون مكتب وجابوا لي اجمل ورقات مكتوبه في الوجود. ما تزعلش ليه؟ استعمل يا حبيبي استعمل. حط ايدك في جيبك. الحياه عايزه كده. انا حكيت عشان اوريك، لو قلت لك ابنتك وما تنساهاش عاوزني اطلب الخير اللي نزل عليا من السما. فرفش فرفش فرفش. دي كانت ليله الهنا ليله امبارح، عمري ما هنسى يوم الاثنين. المناظر جميله قوي هنا يا رؤوف. مش دي مصالح حسن بيه ابو الدهب؟ امال ده شغل. رؤوف، انت رجعت امبارح متاخر قوي. والله عطلوني شويه. طمني، عمل معاك ايه ابراهيم بيه؟ ان شاء الله في اول فرصه زي العاده. معلش ما تزعلش، ربنا يفرجها برضه. انت بتلبس ولا ايه؟ ايوه رايح مشوار مهم قوي، حابب احكي لك. الله، طب واكثر الانسه سعاد بنت عمي امين بيه صديقي من ايام التلمذه. تشرفنا يا هاني. سعيده يا سوسي، والنبي تدعي لي. انا هجيب لك عربيه فخمه تروح بيها. رؤوف نصر، شفتي بقى؟ ازاي؟ طب بس رميه. هتعملي له ايه؟ الله، اديني الجورنال بتاعك. معلش. الله، شوفي رؤوف في الجورنال وجنبيه واحدة ست. أما قرأت الأنسة يسرية هانم أبو الدهب ملكة القمح على الوجه الذهبي وبجانبها الشاب الذي أدهش الحاضرين بجرأة. فتحية، لازم حلو قوي اللي اختاروها ملكة القمح دي. قمر يا أبو. ورؤوف مرسوم فين؟ جنبها، جنبها خالص. وهما الاثنين بس مرسومين؟ حواليهم بنات تانيين وهو وهي لابسين فلاحين. يا أبلة والنبي شكلهم حلو قوي. لما اروح اوريها الجد، ما تقولي مالك محتار يا قلبي وخايف كده ليه قدامك في جنة ونار من عارف مكتوب لك ايه ياللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة ياللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفة مكتوب لقاسي في هواك من غير ما اقول لك اهواك دايما راني ورعيت وده كل منى وفي كل يوم بسمع صوت وده كل هنا مش عايزة منه غير عذابي فيه عايزة اسمع عنه كل شيء يرضيه غيري بيقوله يا نور عيني وانا وحدي بقوله يا نور
سيدي كلنا طيبي من حبي اللي عينيا مش طايلة روحي بدموعها شايفك مكتوب لقاسي في هواك من غير ما اقولك الحمد لله اهي مشي. اما لو كانت قفشتنا. الله رؤوف بيه ايه الفرصة السعيدة دي؟ في حاجة في العربية؟ يا صلاح يا صلاح يا صلاح بيجرب العربية. انت بتصلحي هنا؟ ايوه. انصحك ما تصلحيش فيها حاجة ابدا ابدا ابدا. امال انت جايب عربيتك هنا ليه؟ انا وفاء. انا عربيتك دي مش عارفة شفت مين راكبها. لازم امين بيه مفيش غيره. مفيش غيره. خد يا ابو صلاح، ادي ال5 جنيه بتوعك اهم يا عم. ما كمل اول. بنهزر يا اخي، ما نهزرش. انت ابن حلال قوي. انت اللي ظريف يا امين بيه. حاجة بسيطة جدا يا هانم، بعد نص ساعة اطبخها لك كمان. انا مش فاضية دلوقتي. طب تسمحي جنازة تبعتيها بكرة؟ اشوف. سعيدة يا أخي. سعيدة يا باشا. سعيدة يا أخي. مع السلامة يا هانم. الله يسلمك. كويسة العربية دي، مش بطالة. رؤوف بيه عاوزة منه ايه؟ بس كنت اسأله على الجراج اللي بيصلح فيه. عشان تخربي عربيتك كل يوم والتاني. ما قلتليش رأيك فيه ايه بقى؟ مين؟ رؤوف شخص عادي جدا، بقى ما فيهوش اي ميزة لفتت نظري، وانا خيره كبير، لكن عينيه حلو. وما تنسيش كمان انه مهندس كبير. كبير دي جبتيها منين؟ مهندس وخلاص. الله ايه ده؟ واكد لكم اني ما سمعتش ولا كلمة من اللي قلتوه ده. انت ركبت معانا ازاي؟ كان واجب عليا اركب، انا لاحظت ان الموتور بتاعكم تعبان شوية. بهيجة هي زعلت من ايه؟ اصلها عصبية شوية. الحمد لله. على ايه؟ انها عصبية. وتحب تروح فين بقى دلوقتي حضرتك؟ مفيش حتة نروح فيها ما نرجعش. قول لي بقى، انت ركبت معايا ليه؟ عشان اقول لك حاجة مستعجلة. قول. خايف حد يسمعنا. طب قولها لي في ودني. الناس اضحكي وغني وافرحي معايا فرحة الدنيا وانتي ويايا وانتي ويايا. الدنيا دي حكت ليا. قولي فرحني احكيلي بس اوعى تخبي عليا لحسن ده انا قلبي دليلي. اخبار جميلة هقولها لك مستني ليه؟ حاجة ما تخطرش في بالك. طب حذري ايه؟ لا قولي انت وحياة عينيك يا غلط
فكري حرام عليك. شاركتك في العذاب لما بقيت أسهر على همك، وليه دلوقتي مش راضي تشاركني في هنا قلبك؟ ومن غيرك يشاركني في أحزاني وأفراحي، تنامي الدنيا وخيالك تملي في دنيتي صاحي. انت عارف كل ده؟ هو اكتر من كده. طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. طب قولي على سر هواك خليني افرح وياك. اخترت القلب اللي حياتي هتعيش في نور وظل، واخترت شريك اللي آهاتي كانت تملي بتتقلو، كانت تملي بتتقلو. وحياتي قول من هي؟ يسرية. مين؟ يسرية. مبروك. عقبالك، عقبال ما بكرة هقولها لك. اضحكي وافرحي وغني وتهني. اضحك يمين واغني اليمين، اضحك يمين واغني اليمين، وافرح يمين وانا قلبي قلبي حزين، وانا قلبي حزين. اضحك على ظلم الايام
ايه؟ ومؤخر. يا جدع انت اتجننت؟ هو مين فينا اللي هيقف للتاني؟ بقول لك ومؤخر. ما اشوف اخرتها. ها؟ كح. دي كح. ها؟ اتمشى قدامي كده شويه. لا حول ولا قوة الا بالله. يا سلام، اتمشى بس. كمان كمان. حاضر. كمان. ايه؟ كويس. ايه؟ مالها رخر؟ لا مفيش حاجه. اسمع. انت قعدت في المهندس خانة سنة كام؟ في سنة تالتة. يعني تفهم في العدد والمكانات؟ لا، افهم في القانون بتاع حضرتك. يعني لو انسألت عن مسألة ميكانيكية صعب شوية تقدر تجاوب؟ اجاوب قوي. يعني لو كان قدامك مكنة فيها حاجة ناقصة تعرف ايه اللي ناقص فيها بالظبط؟ يا جدع انت، انا كنت برنج المهندس خانة بحالها، غيرش الزمن اللي ما خلانيش اكمل. يعني اقدر اقول انك مهندس ميكانيكي كويس؟ تقدرش تقول لي انت عاوز ايه كده؟ نعم. عايز اخدك افرجك على مصانع حسن بيه ابو الدهب. ايه؟ نصبة جديدة؟ اوعى. لا يا عبيد ابدا، مجرد زيارة. زيارة بريئة؟ جدا. بريئة؟ والله العظيم جدا. اتفقنا؟ اذا كانت بريئة جدا زي ما بتقول يبقى مفيش مانع. اذا بكرة الساعة 4. يا سلام يا سلام، ايه العفة دي كلها؟ بس يا بنت. رايحين على فين؟ رايحين نزور فبريقة حسن بيه ابو الدهب اللي جنبنا دي. الله، ايه المناسبة؟ اصل مصطفى هفت عليه الهندسة فشق لي الاسطوانات والمداخل والعجل. الله، ده مين جه؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ابن حلال. ده انا كنت واخد حضرة الباك مهندس افرجه على مصانع حسن بيه ابو الدهب. تسمح توصلنا؟ انا والعربية تحت امركم. اتفضل اتفضل بس. اتفضل. عربية كانت لنا من السما. سعيدة يا سوسو، سعيدة كلكم. فتحية، حسن بيه ابو الدهب ده مش ابو البنت اللي كانت مرسومة في الجورنال جنب رؤوف؟ ايوه هي. ابتداء من يوم 5 الجاي ولمدة شهر من هذا التاريخ تزاد ساعات العمل 2 يوميا بدون أجور. وكذلك ابتداء من هذا التاريخ إذا زادت نسبة العادم من الخامات عن 5% يخصم من أجور العمال بنسبة هذه الزيادة. المنشور ده يتوزع على جميع الأقسام حالا، ولازم العمال كلهم يفهموا إن ده نتيجة تهاونهم، ده مال ناس وإحنا مسؤولين عنه. انا اعتقد يا حضرة المدير ان العمال ما لهمش ذنب ابدا. ازاي يا فندم ملهمش ذنب؟ العالم يزيد الى 3 اضعاف والانتاج يخس الى النص وتقول لي ملهمش ذنب؟ ده كلام ايه ده؟ ضعف الانتاج ناشئ من تعطيل المكانات كل يوم والتاني. حضرتك رئيس قسم ما تتكلمش في حاجه ما تفهمهاش. يا حضرة المهندس انا اللي افهمه ان المكنه وقفت قدامي والعامل بتاعه وقف جنبها مكتف. ذنبنا ايه؟ واحنا ذنبنا ايه؟ المكانات قديمه عاوزه تغيير ولا فيش قطع. حضرتك قلت الكلام ده لحضره المدير وما جابلكش قطع. بس انا مش عاوز مناقشه، اتفضلوا. انا عايز اقول لحضرتك ان من بكره العنبر نمره 2 مش شغال. ليه يا سيدي؟ المكنات بتشتغل ليها 15 يوم دلوقتي بدون انقطاع. مفيش حاجه اسمها بطاله، يلا اتفضلوا. حاضر، بس انا مش مسؤول بعد كده عن اي ضرب. محدش قال لك انك مسؤول. ليه بس يا بيه زيادة ساعات العمل لمدة شهر واحد؟ ما كان على طول أحسن. يعني فكرك العمال يقبلوا؟ فما الله ولا فالك يا بيه. وايه يعني لو قبل؟ في ايدينا. ساعات المدير يتصلهم بكره منشور تاني يطفشهم. والله أنا ما أنا عاوز أطفشهم هم، أنا عاوز أطفش الكبير. أنا عارف ده ما هجش لحد دلوقتي ليه؟ هو كل ده مش في جتته ولا يعني عشان اسمه ابو الدهب؟ والله يا إخواني أنا ما أكره الراجل ده، إنما بقى كل واحد لازم يدور على مصلحته. انا القرشين اللي هيطلعوا لي هفتح بيهم جراش وهيسيب نفسي. كويس، بس اوعى تعتل بيه الجماعه دول يرجعوا في البيعه تاني.
الو. اهلا وسهلا. كلمني في النمرة الثانية. يرجعوا في البيعة تاني؟ سرق من سماك درويش. يا حبيبي دول ناس بيجروا لهم سنة، يعني لو 100,000 زيادة هيشتروا. على كده الانشاء اللي هيطلعوا لنا شويه بقى. خليك ما تبقاش طماع، احمد ربنا، ده كل واحد منكم هيقبض مبلغ يخليه يعيش سلطان زمان. ما تشيلوا القماش ده بقى. ايوه دلوقتي اعرف اتكلم معاكم بقى. المسألة ماشية كويس قوي، اطمنوا. بيقول ان المساله ماشيه كويسه قوي. اسمع يا شاهين بيه، بعد نص ساعة هيكون التفويض بالبيع في ايدي. قول له يخلص شغله ويجي، احنا منتظرينه. حالا حالا، بس ادعوا لي ان ربنا ياخد بيدي. يلا انزلوا لهلبوها. اديني عنبر 3 بالعجل. ايه؟ سايبين شغلكم وجايين ليه؟ حرام ده يا سعاده البيت. تظن ذنبنا احنا ايه؟ حسب علينا العادل. اشتغل ساعتين من غير فلوس ليه؟ هو اللي ياكل عرق العامل ربنا يكسبه. احنا مش شغالين خلاص. مين اللي قالوا تشتغلوا ساعتين من غير ما تاخدوا فلوس؟ المنشور ده اللي مطلعينه يا سعاده البيت. منشور ايه؟ فين هو المنشور ده؟ هات المنشور. شاهين افندي، من فضلك تعالى لي شويه. حاضر. بتعمل ايه انت وياه هنا؟ ايه الضرب ده؟ دي يخرب رده كمان يضربونا. يلا بره، مش عاوز زيطه هنا. يلا روح لحالك، اوعى امسكك. كويس كده يا سعاده البيه، يضربوا اخوانا بره. ده مش كلام ده يا سعاده البيت. اتفضل يا سعاده البيه، اعمل فيها معروف. بقى اسمعوا، انتم قدمتوا شكوتكم خلاص، دي مش طريقه ابدا. سيبوني اتفاهم مع المدير بتاعكم. يا بيه احنا ما نعرفش الا سعادتك. وحياة بنتك الوحدانيه ربنا يخليها لك، خليك في ربنا. طيب اتفضلوا اخرجوا انتم وسيبونا نعمل كل حاجه. يعيش حسن بيه ابو الدهر. يعيش حسن بيه ابو الدهر. هات اهو هات. ايه المنشور الغريب ده؟ العامل يشتغل ساعتين من غير ما ياخد فلوس؟ ليه؟ هو احنا بنهب؟ سعادتك ديك النهار بتلومني على نقص الانتاج وزيادة نسبة العادل. اللي عملته ده هو العلاج الوحيد، مفيش غيره. لكن ده علاج زود المرض. ايه الحكايه؟ اسمع يا فيل، ايه اللي جرى؟ اوامر ان هديك اللي طلعها. اهلا وسهلا يسرية هاني. اهلا. ازاي صح يا فندم؟ الحمد لله. ايه الهيصه دي؟ معرفش والله، انا لسه جايه دلوقتي. اتفضل. ما هو شوف يا حسن بيه، يا اما تسيبني اعمل اللي انا عاوزه يا تجيب لك بقى مدير غيري. انا ما اطيقش اشوف الخساره دي هي واقعد ساكت، ضميري ما يسمحليش. والله العظيم انا زهقت وروحي بقى كده خلاص. ما قلت لك بيع الفبريقه دي اللي ما حواليهاش غير الخساره ووجع الدماغ. انا مش جبت لك فيها ثمن محترم قد تكاليفها 3 مرات؟ انت بتقول ايه؟ بقول اديني التفويض دلوقتي قبل البيعه السوق دي ما تروح من ايدينا، ده ثمن ما حدش يحلم. يا شاهين افندي انت كدبت كتير وانا قلت
الكافيه بتاعك ظريف قوي، بس زحمة خالص. صحيح. هنقعد فين؟ اسمع من فضلك، الفلسطين بيحبوا بعض. مسكين. يلا عامك قبل ما حد ياخدها منك. يلا. ايوه هنا كويس، كويس قوي. يلا. اوعى تضحك. تعالى نرسم صورة سوا بقى. صورة واحدة بس، أنا جايب 100 فيلم معايا. لا 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 لا، يا والنبي ما تبتسمش كده، خص عليك. نسيت. يا سلام، فاضل لي حاجة واحدة كمان وابقى أسعد مخلوق في العالم. ايه هي يا ترى؟ أعرف إنك أنت دلوقتي سعيدة زيي. واكتر منك. الله، ايه؟ النهارده يوم الاثنين. وماله؟ وماله؟ أسعد يوم في حياتي، يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. خسارة، الكازينو بتاعك ما فيهوش مزيكا. عايزة مزيكا؟ أيوة. حالا. أوركسترا. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى يوم الاثنين، يوم ما اتقابلنا احنا الاثنين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين، يوم الاثنين. أول ما شفته فكري تاه، معرفش ايه اللي شبكني معاه. بصيت لقيت روحي وياه، ونسيت ساعتها انا رايح فين. ساعة ما شفته يوم الاثنين، يوم الاثنين. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. في كل يوم لك سحر جديد، ونار يوم عن يوم بتزيد. شايف جمالك بكرة يزيد، واجيب له قلبي يساعه منين. عمري ما حنسى عمري يوم الاثنين، يوم الاثنين. حبيبك مش وياك، إن شفته ساق في دلاله باك. قال لي حبيبك مش وياك، إن شفته ساق في دلاله باك. قال لي حبيبك مش وياك،
إن شفته ساق في دلاله معاك وإن كنت عايزه يدوب في هواك خليه يقابلك يقابلك خليه يقابلك يوم الاتنين يوم ما تقابلنا احنا الاتنين. انا بفكر في ايه دلوقتي؟ امشي في الميه حبه. يلا. الله الميه حلوه والنبي. سخنه ازاي؟ اما والله يموت منك جدا. اسمع يا رب، لو سألتك أسئلة تجاوبني بالحق. مؤكد. خلي بالك أنا ما اكرهش حاجة في الدنيا قد كده. حبيت كم مرة؟ مرة واحدة. مين هي؟ مصرية. سيبك من مصرية قبلك ولا بعدك. تعرف يا رؤوف، لو كنت طلبتني للجواز بسرعة كنت خفت منك. ليه؟ ياما شبان كتير جري ورايا وأظهروا لي منتهى الحب وكانوا متجننين على الجواز، والاخر انكشف لي ان كل ده كان عشان ثروة بابا بس. انا اتقدم لي شاب مرة وكنت هتجوزه خلاص، لولا ستر ربنا اللي خلانا عرفنا انه باع البيت الوحيد اللي يمتلكه واشترى له كامبات، وكان بيستلف اوتومبيل واحد صاحبه عشان يجينا بيه. انا متأسفة اللي بقول لك الكلام ده، لانك انت طبعا حاجة تانية غير دول، وده اللي خلاني حبيتك. الله مالك؟ ولا حاجة. اي شوف حلوة ازاي. رؤوف رؤوف الله. كنت رايح فين؟ شو اتبليت ازاي؟ نبه على رئيس غزل 5 انه يعمل حسابه علشان يسلم 2 طن من خيط 14/3 للنسج في اخر الاسبوع. حاضر يا فندم. شوف عدد انواع الكاستور كام؟ 120 يا فندم. بينتجوا كام؟ 360 توب. قول لرئيس القسم يقابلني بكره الساعه 9. اسمع يا رؤوف، مش قايم بقى، انت اتأخرت قوي على سعاد يا رؤوف. حالا حالا حالا. قول لرئيس التجهيز طلبات الناموسيات تكون جاهزه بكره الصبح. اهلا نسرية هانم. وانت جاهز ولا لا؟ اتعشى من النهارده تكون رايق وما تعتذرش زي اول امبارح. انا جاي اخدك دلوقتي بامر بابا تتعشى معانا وبعدها نروح الاوبرا كلنا. اما انا سيء الحظ صحيح. ليه؟ عندي ميعاد مهم. ميعاد ايه؟ مش ممكن تسيبه يعني؟ حق يا ست هانم، ده يسيب كل مواعيد الدنيا الا الميعاد ده. كده بحق يا رؤوف بيه؟ والله يا فندم مش قادر. طب معلش، لما اشوف بابا. دي انت لسه هتشتغل؟ دي سعاد عيد ميلادها الليله، مش صح تروح لها بدري شويه؟ على فكره انا وضبت الجنينه على اتم ما ينبغي، بس لسه ناقصها شويه حاجات. قول له يخش. جبت كل حاجه يا سعاده البيت. مش وديتها عند سعاد هانم؟ سعادتك ما قلتش. طب معلش.
ايوه لون 16 جاهز للطبع، تحب سعادتك تشوفه؟ ايوه انا جاي حالا. مصطفى خد الحاجات انت بقى وسبقني. طب وانت؟ اول ما توصل ابعت لي العربيه، انا جاي حالا. بس ما تتاخرش. لا ابدا. اهلا امين. ازيك يا مدير؟ اهلا رؤوف. حضرة سكرتيرك ما كانش عايز يدخلنا. ازاي؟ اصلا ما يعرفكش. ايه اللي فكرك بيا النهارده؟ بمتحنك. بشوفك تسأل عليا بعد قد ايه لقيتك ما سألتش. والله يا امين غصب عني، الشغل واخدني. والشغل بتاعي؟ شغل ايه؟ اظن فرحان انا قوي ان حضرتك بقيت مدير عام، والجرايد بتكتب على الانقلاب الهائل اللي حصل في ثروة حسن بيه وفابريكة حسن بيه. انا يهمني ايه من ده كله؟ انا يهمني بنت حسن بيه. هتتجوزها امتى؟ فهمني. اسمع يا امين، الكلام ده ما يبقاش هنا، انت تجيني البيت نتكلم على رواق. الليلة؟ بكره الجمعه، تعالى لي في اي وقت. لا مؤاخذه يا امين، انا مضطر انزل حالا. معلش يا سعاده البيه، معلش يا سعاده الباشمهندس، بيطردنا. يا سلام يا امين، هو انت غريب يا اخي؟ بكره الصبح هجيلك. اهلا وسهلا، مع السلامه. سعيده. فكرك هيلعب عليا؟ ده انا طربقها على دماغه. البيه موجود؟ ايوه يا فندم. انا عايز امن. قول له مين يا فندم؟ امين بيه فوزي. مين بيه فوزي يا سعاده البيه؟ حاضر. اتفضل. سهل سهل. انا جاي اهني سعادتك على الانقلاب الهايل اللي حصل في المصانع ده. منسوجات ابو الدهب في كل مكان. انا متشكر قوي يا بيه. اتفضل اتفضل. والله الفضل كله رؤوف بيه. الشاب ده نابغ، فضلا عن كونه مهندس عظيم. انا ما كنتش متصور انه يدرج لحد الدرجه دي. سياسته مع العمال غريبه جدا، واحترامهم له ناشئ عن حب حقيقي مش عن خوف. انا مبسوط جدا لان سعادتك راضي عنه. راضي؟ المهم ان يكون هو راضي ومبسوط. انا متصور انها سجن عليه بالوظيفه دي. لازم كان في مكتبه بيكسب اكتر من كده. طبعا طبعا، انما هو ما تهموش المساله دي قد ما تهمه مساله تانية. مكسوف يكلم سعادتك فيها. مكسوف؟ ازاي؟ انا ما رفضوش اي طلب. ايه المساله؟ انا كصديق لرؤوف اعرف تمام ان اعز امنيه عنده ان سعادتك تنعم عليه بايد يسريه هاي. دي المساله اللي مكسوف يكلمني فيها؟ ملوش حق. الحقيقه اني انا اكون مبسوط جدا، واعتقد ان يسريه كمان تكون مبسوطه. اذا انا اروح ابشر رؤوف. الليله دي هتكون اسعد ليالي، وبكره ان شاء الله يجي يقابل سعادتك في الساعه اللي تحددها. ايوه، بكره الجمعه يوم مبروك، الساعه 6 ان شاء الله. ان شاء الله يا اكسلانس، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما هي دي المفاجأة بتاعت خالك مصطفى. بسم الله ما شاء الله، ربنا يهنيك يا بنتي وانسفك زي البدر. دي عاوزه الزواق والنبي وتبقى عروسه. طب صلي على النبي. امال اقعدي هنا بقى قدام التورته بتاعتك. اتفضلي اتفضلي
وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا يا هوانم اتفضلوا. 19 شمعة بالمظبوط قدامك اهم. تجيش نغلط ونشيل شمعتين 3؟ يا سلام عليك يا خالد. قومي يا ستي بقى، قومي اطفي الشمع يا حبيبتي قومي. يلا يلا برافو 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 يلا. غنوة بقى من اللي خالك ابو درش بيحبهم. ها انا همشي معاكي بالاوركستر كله بحق. انت هتغني لنا ايه؟ يا سلام، يا بختكم يا بختكم باللي هتسمعوه. سعاد، انت فاكره خالك مصطفى جاب المزيكا دي عشانك؟ امال عشان مين يا جدي؟ عشان يعمل عليها كوماندا. من فضلكم بقى. شبكولي ونسيولي اوام وفتولي ولا حتى سلام. شبكولي ونسيولي اوام وفتولي ولا حتى سلام. يا خسارة 10 الايام. شبكولي او فتولي شبكولي او فتولي. شبكوني وحلفت يمين لا استنى من يوم لسنين. شبكوني وحلفت يمين لا استنى من يوم لسنين. عايز اشكي وحقول مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي حبيبي انا محقوق ليك ولو اني مش عايف فيك. ما تقولي ازاي حرابيك واطول 10 الايام. شبكوني وفتوني شبكوني 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 وهم البدين وفتولي أشواق وحنين. شبكوني وهم البدين وفتولي أشواق وحنين. عايز أشكي وحقول مين من غيرك يا حبيبي مين من غيرك يا حبيبي عايز اعرف نصيبي معاك وراح ارسي على ايه وياك. عايز اعرف نصيبي معاك وراح ارسي على ايه وياك. لو تعرف حالي في غواك كان قلبك يصفالي اوام. شبكوني وفتوني شبكوني 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 ونسيوني اوام. فتوني ولا حتى سلام. يا قائد عشرين شبكوني شبكوني. ومنظم الحفلة مفيش حاجة يعني ولا ايه؟ كده متذكر قوي قوي قوي. عقبال كل سنة السعاد يا حبيبتي. فتحية جماعة الفنانين مالك؟ أحسن وقت الزرع رؤوف مسؤول. الله هو راح فين؟ يسرية جت. الزرع لما يشرب بعد الشمس صهر هذا خف طبعا. لأن ده جميل. ايه الحفلة دي؟ عيد ميلاد سعاد. انا عاوزة اشوف سعاد دي. اتفضلي عرفتني. خلينا دي
ان شاء الله في ليالي النجاح والافراح. اتفضل يا كويس كده من رؤوف، وكمان يجيبها لحد هنا. انا مش هقابلها. وانا خليه يتمتع بيها لوحده. ليه يا رب بس؟ انت هتنكدي على نفسك ليه؟ دلوقتي تخرج ونرجع ننبسط تاني. انا هقول لخالة مصطفى يوزعها. ايه يا ستي انا؟ انت قمتي ليه؟ برضه يساعد جدي هنا؟ بشرفي انا ما عزمتها ولا اعرف جت ازاي. انا عارف انك ما تحبيش تقابلي حد. ومش هقابلها. لا ما يصحش عيني ما دام جت لحد هنا. رؤوف اعمل معروف سيبني. يا حبيبتي ما يصحش، دي جايه تشوفك. جايه تشوفك انت؟ انا لا اعرفها ولا احب اعرفها. الله، بتستغرب ليه؟ مش دي كانت السبب في انها فرقتنا من بعض؟ احنا ما فيش حد يقدر يفرقنا من بعض ابدا. قومي بقى، قومي لحسن ابني. قومي يا حبيبتي، اذا كنت بتحبيني وتعزيني صحيح قومي معايا. اهلا، انا ما شفتكيش طول النهار. سعاد حبيبتي. رؤوف حبيبي. وحشيني قوي 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 قوي. وانت كمان. سعاد انا عندي خبرين، خبر يفرحك انت وخبر يفرحني انا. قول اللي يفرحك انت. لا اللي يفرحك انت. قول. عارفه ابراهيم بيه اللي كنت هتوظف عنده زمان؟ ماله؟ وظفني النهارده ب 15 جنيه في الشهر. مبروك، الف مبروك. مبروك. اساليني بقى عند الخبر اللي يفرحني انا. ايه هو؟ رؤوف انا عاوز خالي. عارفه يا سعاد ال 15 جنيه دول اشرف وابرك من ال 150 جنيه دول. كانت غلطه وانتهت والحمد لله. انا مش ملاك، انا انسان وكل انسان بيغلط، لكن العاقل هو اللي يصلح غلطته. كنت فين زي وغايب؟ قول لي روحك، قول لي قلبك. رحت ادور الحبايب والحبيبة والحبيبة عايشة جنبك. كل ما افكر احبك اكتر، كل ما افكر احبك اكتر. انا بحبك من غير ما افكر.